السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس، النهاردة يا حبايبي هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي مادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس. صفحة كام يا شباب؟ 23 24 25. بيقول إيه الصفحة؟ لخص أهم المعلومات التي توصلت إليها من خلال بحثك، ثم اعرض عرض تقديمي على الباوربوينت أو ملصق واعرضه مع زملائك. أنا هقول مثلا بيعتبر المجتمع المصري مجتمع فني. ارتفاع الكثافة السكانية ارتفاع، الكلية. انخفاض معدل المواليد انخفاض معدل الزيادة الطبية. الطبيعية، انخفاض معدل البطالة. يعني انخفاض معدل الزيادة الطبيعية. وانخفاض معدل البطالة يا شباب. طب بيقول لك الآثار السلبية للهجرة للمدن. بيقول لك ما أثر الهجرة إلى المدن على البيئة؟ ما لها أثر على البيئة والبنية التحتية واقتصاد الدولة. ازدحام، بيحصل اه ازدحام يؤدي إلى التلوث بسبب زيادة استخدام وسائل النقل والمخلفات الخاصة بالمدن السكانية والضوضاء والضغط على الموارد. بتعمل ايه؟ بيعمل ازدحام. الازدحام يودي ايه؟ تلوث بسبب زيادة استخدام وسائل النقل. طب المخلفات الخاصة بالمدن السكانية والضوضاء والضغط على الموارد. البنية التحتية هتقول له الضغط على البنية التحتية وعدم تحملها لاستيعاب أعداد كبيرة، مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والطرق. اقتصاد الدولة. انهيار اقتصاد الدولة، حيث أن الموارد المتاحة لا تكفي حاجة السكان، وبالتالي حدوث عجز في الميزان التجاري نتيجة الاستيراد من الخارج. هيحصل ايه على الاقتصاد يا شباب؟ انهيار اقتصاد الدولة، حيث أن الموارد المتاحة لا تكفي حاجة السكان، وبالتالي حدوث عجز في الميزان التجاري نتيجة الاستيراد من الخارج. في رأيك ما الدور الذي تقوم به الدول لمعالجة مشكلة الهجرة إلى المدن؟ إنشاء المصانع في الأقاليم والمحافظات التي تعاني من عدم وجود فرص عمل، ووقف الهجرة، ورفع جودة الخدمات وتحسين المرافق العامة، وإنشاء مدارس ومعاهد وجامعات في المدن. لاحظ وقارن. احنا كده حلنا صفحة 23، ننتقل لصفحة 24 يا أبطال. صفحة 24 فيها سؤال في الآخر هنا كده بيقول لك وضح الفرق بين نسبة فئة صغار السن من 0 ل 14 سنة في الهرمين اللي احنا شايفينهم دول. طيب أنا عندي في الهرم السكاني في البحرين 1950 و2023. هعمل بقى كده ايه؟ الهرم اللي هو 1950 هقول له صغار سن يا شباب، بتبقى سن ايه؟ صغار السن مرتفع عن القاعدة هنا عريضة اهي. هتقول له هنا في قاعدة الهرم نتيجة لزيادة المواليد. طيب أما الهرم السكاني في عام 2000 2023 صغار السن بتكون طبعا منخفضة. منخفضة في قاعدة الهرم نتيجة تنظيم الأسرة واتباع عادات سليمة. يعني سنة 1950 كان في ارتفاع، صغار السن مرتفعين في قاعدة الهرم يا شباب نتيجة ايه؟ زيادة المواليد. لكن هرم 23 صغار السن منخفض نتيجة تنظيم الأسرة وارتفاع. واتباع العادات السليمة. كده يا شباب. حاليا صفحة 24، هننتقل بقى ل 25. بيقول لك هنا فسر سبب ارتفاع نسبة الفئة العمرية في سن العمل في الهرم السكاني عام 2023. هنقول له ايه؟ بسبب زيادة أعداد المهاجرين في سن العمل من دول أخرى للبحرين. في رأيك كيف بتؤثر هجرة السكان على اقتصاد الدول المستقبلة؟ زيادة أعداد السكان في سن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي رفع الدخل القومي ومستوى المعيشة. لماذا تحرص الدولة على إجراء تعداد سكاني بشكل دقيق؟ هنقول الحصر أعداد السكان ولتوفير احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل من الغذاء والمدارس يعني احنا والمستشفيات بنحصر السكان وفرص عشان العمل نوفر لهم والمرافق. احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل. طب الاحتياجات دي ايه؟ غذاء ومدارس مستشفيات فرص عمل مرافق. بالاستعانة بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت تختار إحدى الدول العربية وحدد الجهة المسؤولة عن التعداد السكاني فيها وأي وقت أو أي عام قام بإجراء أحدث تعداد سكاني فيها. أنا هقول مثلا مصر. آخر تعداد سكاني كان 2016. وده تجاوز عدد سكان مصر 92 مليون يعني في نسمة. 2016 كنا 92 مليون نسمة يا شباب. 2017 بيقول لك كان التعداد 94 مليون نسمة، يعني فرق سنة زادوا 2 مليون. طيب ما المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها كل من الدولة والمواطنين لإجراء تعداد سكاني شامل ودقيق؟ الاعتماد على الموظفين الجيدين اللي بيتقنون العمل بدقة أثناء تجميع البيانات. يعني أنا أعتمد على موظفين جيدين كفء كويسين، يعني يعني كفء واستخدام أجهزة حديثة للرصد الإلكتروني وليس الورقي. يعني نستخدم أجهزة للرصد. كده يا شباب حلنا وصلنا صفحة لنهاية 25، لا لسه فاضل صفحة 26 يا شباب. يعني 24 و25 و26. و26 معنا وريني كده. لا مفيش 26.
كده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا بعض التدريبات الكتاب المدرسي صفحة 22 و23 و24 و25. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. ده كان الكتاب المدرسي مادة دراسات اجتماعية الصف السادس. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وأقول لكم بالتوفيق، مع السلامة.